تخيل انك تدخل قصر اخطر واحد في البلد ومعاك اذن تفتيش، بس البيت ده فيه اكتر من 400 واحد مسلح ومستنيين اشارة واحدة بس عشان يدفنوك مكانك. والصدمة ان البيت ده مخبي كنز قيمته مليارات ومدفون في اماكن ما تخطرش على بال الشيطان نفسه، لكن موظف واحد شريف قدر يقف قدام امبراطورية فساد كاملة. بس يا ترى هيقدر يخرج بالكنز ولا القصر ده هيكون قبره؟ فيلم النهارده مستوحى من قصة حقيقية، عشان كده عايزك تركز معايا لان اللي جاي دمار. وبتبدأ احداث الفيلم سنة 1981 في مدينة لوكناو مع مفتش الضرايب اماي، واللي بسبب امانته ورفضه للرشوة اتنقل اكتر من 49 مرة. وفي يوم بيروح حفلة لكن مش بيرضوا يدخلوه لانه مش لابس جزمة، فقال لهم طب ما غاندي كان بيمشي حافل سنين، بس عموما انا بحترم القوانين جدا. وقبل ما يمشي بيطلع صاحب الحفلة واللي اسمه بجاج وبيسأله رايح فين، فقال له انا مش عايز اخالف القوانين، فقال له القوانين تتغير عشانك، فقال له انا مش هسمح بكده، هبقى اجي لك مره تانية. لكنه بيرفض انه يمشي وبيقول له انا هجيب لك جزمه من عندي، وفعلا بيوافق، لكنه بيصمم يدفع ثمنها لان الهديه اللي بتتقدم لموظف تعتبر رشوه. ووقتها بيجي توجي، وده اكبر رجل اعمال وعضو في البرلمان وصاحب مصانع وشركات كتير، وكل الناس بتخاف منه. ولما بيقعدوا مع بعض ما بيرضاش يشرب معاهم لانه بيعتبرها رشوه، وبيشرب من الازازه بتاعته. وبيكون توجي مستغرب جدا من اسلوبه. وبعد نهايه السهره بيرجع البيت وبيلاقي مراته مالني زعلانه لانه بيسيبها كتير ومش عارفه تقعد معاه، فقال لها انت عارفه ان ورايا شغل كتير ودي طبيعه شغلي، بس اوعدك الفتره الجايه هقعد معاكي فتره اطول. وفي اليوم التاني بيوصل شغله الجديد وبيقول له لالن انا المساعد بتاعك، وبيعرفوا على باقي زمايله. ولما بيقعد معاهم بيقول لهم الرقم الضريبي في ارتفاع منتظم، لكن مفيش زياده اساسيه في جمع الضرايب. فبيقول له ستيش لان اللي بيدفع الضرايب هم موظفين الحكومه والعمال، انما الاغنياء ما بنعرفش ناخد منهم حاجه. فقال له عندك حق، عشان كده احنا هنعمل حملات تفتيش عليهم وهيدفعوا سواء بمزاجهم او غصب عنهم. ولما بيمشي بيقول لهم لا ما تقلقوش، هو عشان جديد بس بيعمل كده. فبيرجع ويقول له انا من شهرين اتعمل عني قصه لان اتنقلت خلال ال7 سنين اللي فاتوا 49 مره، وكل ده عشان بنفذ شغلي صح، مش بقعد على مكتب وخلاص. وبيسيبه ويمشي. فبيروح لالن لموظف وبيقول له في حملات تفتيش هتتعمل الفتره الجايه، عشان كده لازم تدفع لي فلوس زياده عشان اقدر احل الموضوع وابعد اماي عن طريقكم. وبالليل بيرجع اماي للبيت مع مراته، فبتجيله مكالمه من شخص مجهول وبيقول له انا عندي معلومات كتير عن فساد رجال الاعمال وتهربهم من الضرايب. فقال له خلاص قابلني في المكتب بكره. فقال له ما ينفعش، انت لازم تقابلني دلوقتي في المعبد عشان تعرف كل حاجه. وفعلا بيروح المعبد عشان يقابله وبيديله ورقه مكتوب فيها اسماء المتهربين من الضرايب، وبيعرف ان ملفاتهم موجوده في ارشيف مصلحه الضرايب. فبيروح في اليوم التاني عشان يدور عليهم، ولما بيرجع البيت بيفضل يقرا فيه ويراجعه. فبتقعد مع مراته وبتساله ايه اللي شغل تفكيرك، فقال لها ده العادي، ما انت عارفه الشغل بتاع كل يوم. فبتقول انا عارفاك كويس، اكيد مخبي حاجه. فقال لها بصراحه ايوه، بس مش هقدر اقول لك ايه هي لان كده اخالف القوانين. عموما كلها كام يوم وهتقراي الاخبار في الجرايد وتعرفي كل حاجه. ولما بيخلص بيروح ياخد الجرايد وبيلاقي ورقه وقعت منها وبيكون مكتوب فيها اشتري فول سوداني من الشخص اللي بيبيع عند الجسر وهيكون لابس قميص ازرق. وفعلا بيروح في اليوم التاني يشتري منه، وبيلاقي في الورقه ان توجي متهرب من الضرايب واللي متسجل ما يكملش 5% من ثروته الحقيقيه. فبيروح يلف على المشاريع والمصانع بتاعته، ولما بيطابقها باللي موجود في سجل الضرايب بيلاقي ان فعلا معظمها مش متسجل. وبالليل بيكلموا الشخص المجهول تاني وبيقول له اظن دلوقتي اتاكدت ان كلامي صح. فقال له ايوه كل كلامك حقيقي، بس انت ما قلتليش فين مكان الفلوس المزوره والذهب اللي مخبيه. فقال له انت لازم تروح تفتش البيت الاول وهناك هتلاقي كل المعلومات اللي انت محتاجها. فبيفضل يفكر طول الليل ازاي هيروح يفتش بيت واحد زي توجي، والمشكله الاكبر انه ممكن ما يلاقيش حاجه، وساعتها هيبقى ورط نفسه في مشكله هو مش قدها. لكن مراته بتشجعه وبتقول له انا واثقه فيك ومتاكده انك هتلاقي كل الادله. فبيروح في اليوم التاني لرئيسه وبيعرفه اللي ناوي يعمله، فبيقول له انا موافق، جهز نفسك واعمل خطتك، بس انت عارف اللي بتتكلم عنه ده يبقى مين؟ التفتيش ده لو فشل توجي مش هيرحمك ومش هيسيبك في حالك، لازم تخلي بالك وما تثقش في اي حد لانك المسؤول الوحيد عن المهمه قدامي. فقال له انا مستعد اتحمل المسؤوليه كامله وهرجع كل الفلوس والذهب اللي محتفظ بيهم. وبيروح يعرف كل الموظفين انهم هيجهزوا بكره الساعه 5 الصبح في المكتب لانهم هيعملوا حمله تفتيش على شخص معين، وما بيرضاش يقول لهم اسمه عشان ما حدش يبلغه ويلحق يامن نفسه. ولما بيمشي بيكلم لالن كل اللي يعرفهم وبيقول لهم على الحمله اللي هتتعمل بكره عشان يامنوا نفسهم. وفي اليوم التاني بيتحرك هو وكل الموظفين لقصر توجي، لكن بيرفض واحد منهم انه يروح معاهم وبيقول له توجي ده هو اللي علمني وشغل اخويا، ولو شافنا هيقتلنا انا وعيلتي، لو عايز ترفدني من الشغل ما عنديش مشكله لكن مش هروح معاك. فبيأمر ساتيش يسلموا الاتنين من الشرطه عشان ياخدوه للقسم وبيكمل في طريقه. ولما بيوصل لقصر توجي بيرفض الامن انه يدخل، لكن لما بيشوف الموظفين والشرطه في كل مكان بيضطر يفتح. ولما بيوصل لتوجي بيعامله باستهتار، فقال له انت كده مش بتحترم الموظف اللي قدامك. فقال له ما انت ما احترمتش عضو البرلمان
الكاميرمان اللي قدامك. فقال له بس انا بأدي واجبي. فقال له وانا كمان، الموظفين امثالك مش مسموح لهم يدخلوا البيت ده. فقال له عموما انت عارف انا جاي هنا ليه، وقبل اي حاجه خلي رجالتك تفتشنا عشان ما ترجعش تقول اننا زرعنا حاجه في البيت عشان نورطك. وفعلا بيسمع كلامه، وبيقول له الناس هنا كلها بتحبني الا انت، بس مش مهم، اتفضل دور في كل مكان زي ما تحب، بس صدقني مش هتلاقي حاجه، وساعتها لازم تعتذر لي. فقال له انا موافق، بس اوعدك ان مش هخرج من هنا وايدي فاضيه. ولما بيدخل القصر بيعرفوا توجي على اخواته وزوجاتهم وعيلته، وبيقول لهم امي النهارده محدش هيخرج من البيت، والكل هيتفتش لاننا هنعمل جرد لكل ممتلكاتكم، وعموما احنا مش هنسبب ازعاج لاي حد وهنكون ضيوف خفاف. وبيفصل سلك التليفون عشان محدش فيهم يتكلم مع اي حد اثناء التفتيش، ومفيش حد هيقدر يخرج من البيت، ده غير اننا هنصادر الفلوس والمجوهرات اللي مش معروف مصدرها، ولو حد فيكم حاول يحرق او يقطع اي اوراق فانا هسلمه للشرطه بنفسي، احنا شغلنا كله هيبقى بالنهار وهنسيبكم ترتاحوا بالليل. فبيقول له توجي خلص اللعبه اللي انت بتعملها دي وانا هسيبك براحتك، بس لما يجي دوري ما تزعلش، الباب مفتوح ولسه قدامك الفرصه تمشي، واوعدك اني هنسى كل اللي حصل. فبيروح امي يقفل الباب وبيقول لهم ما تسيبوش مكان في البيت غير لما تفتشوا فيه، وفعلا بيبدا البحث في كل مكان، وبتطلع مجموعه على المصانع وبيدخلوا يدوروا في كل مكان، وبياخدوا كل الدهب اللي مع الستات، وبيفضلوا يدوروا الوقت طويل على اي دليل حتى في مكان المواشي والمجاري، لكن في الاخر ما بيقدروش يوصلوا لحاجه. فبيحس امي انه اتخدع لانه اول مره يفشل. فبيقول له توجي خد اللي معاك وامشي من هنا وانا هسامحك، لانك لو ما عملتش كده هقدم فيك بلاغ انك اخدت رشوه من المعارضه عشان تتهمني بالباطل، وساعتها هتتفصل من الشغل وهتبقى مشرد. وبيسيبه ويمشي، ووقتها بيشوف والدة توجي قاعده، فبيطلب منها انه يفتش اوضتها، وبيروح يفتح الدولاب وبيلاقي فيه خزنه، لكن محدش بيرضى يديله المفتاح، فبيشك ان الفلوس موجوده فيها، لكن بيجي توجي وبيديله المفتاح، ولما بيفتحها بيلاقي فيها شويه فضه، وبيروح توجي ياكل مع عيلته وهو واثق 100% انه مش هيلاقي اي حاجه. بعدها بتجيله مالني فبيطلع عشان يقابلها، فبتقول له انها جايبه له اكل وجاي عشان تطمن عليه، فبيقول لها ما كانش ينفع تيجي هنا لان المكان مش امان، وبيطلب منها ترجع البيت وتقفل على نفسها كويس. ولما بيدخل القصر بيرفض اخوات توجي انه يدخل المعبد، فبيقول لهم مش من حقكم تمنعونا، احنا لازم ندخل عشان نتاكد ان مفيش حاجه جوه. وفعلا بيدخلوا المعبد، لكن برضه ما بيلاقوش اي حاجه، فبيطلع امي وهو كله احباط لانه فشل يلاقي حاجه. ووقتها بيلاقي ورقه في المحفظه، ولما بيفتحها بيلاقي خريطه للقصر بكل تفاصيله، فبيدخل بسرعه وبيطلب كوبايه ميه وبيرميها على الحيطه، وبيلاقيها ضعيفه كأن وراها حاجه، فبيأمر رجالته يكسروها، وفعلا بيلاقوا وراها فلوس كتير. فبيتصدم توجي وبيسأل اخواته الفلوس دي بتاع مين ومين اللي حطها هنا، لكن محدش بيرد عليه، وبيقول له امي المفروض انا اللي اسال السؤال ده مش انت. فبيقول له تعالى عايزك في كلمه، خد اللي معاك وامشي وهديك نص مليون روبيه. فقال له انا جاي هنا عشان اطبق العداله حتى لو على حساب حياتي، وبيسيبه ويمشي، وبيكمل ورا الخريطه اللي معاه عشان يوصل لباقي الاماكن، وبيلاقي فلوس وذهب والماظ، وبيحفر في الجنينه وبيطلع صناديق مليانه فلوس. فبيتعصب توجي وبياخد السلاح عشان يخلص عليهم، ولما بتحاول مراته توقفه بتطلع طلقه في السقف وبينزل منها كميه ذهب كتير. ولما بيجي امي بياخد منه السلاح وبيفضل يضرب في السقف وبينزل منه كميات كبيره جدا، وبيكون توجي مصدوم ومش مستوعب اللي حصل، وبيطلب منه انه يسمح له يعمل مكالمه اخيره. فقال له ده مخالف للقانون، بس مع ذلك انا موافق لان متاكد ان محدش هيقف جنبك. فبيكلم رئيس مصلحه الضرايب وبيقول له انا عايزك توقف المهزله اللي بتحصل هنا. فقال له ما اقدرش اخالف القوانين، وبيقفل في وشه. فبيقول له امين عندي طلب اخير، عايز اخرج من البيت لوحدي، هروح مشوار بسيط وهرجع على طول وهوريك انا هعمل ايه. فبيؤمر امي ساتيش انه يديله عربيه ويروح المكان اللي هو عايزه لانه متاكد انه مش هيقدر يوصل لحاجه. فبيخرج توجي وهو واثق من نفسه لانه متاكد انه هيخلص الموضوع، وبيروح عند رئيس الوزراء السابق وبيطلب منه يتصرف. فقالوا الحاجات اللي تخص الضرايب ما اقدرش اتدخل فيها، ما انت عارف ده كويس. فبيكلم وزير الماليه وبيقول له وقف اللي بيحصل، انا كده هروح في داهيه. فقال له الضرايب منفصله عننا ولها سلطتها الخاصه ومحدش في الدوله يقدر يتدخل فيها. وقتها بيقول ساتيش لامي الفلوس اللي انت طلعتها دي هتروح لخزانه الدوله، والحكومه لما تتغير هيجي ناس تانية وهيسرقوها تاني، يعني كده كاننا ما عملناش حاجه. فقال له ساعتها هكرر اللي عملته مره تانية، وعمري ما هشوف حد بيخالف القانون واقف اتفرج عليه. بعدها بيكلم وزير الماليه وبيقول له ما ينفعش تفضل موجود في بيوت الناس لحد دلوقتي، مش انت وصلت للي انت عايزه؟ فقال له لسه ما وصلتش للمبلغ المطلوب، واول ما اوصل هسيب البيت وامشي. اما توجي فبيروح يقابل واحد من المسؤولين عشان يساعده، فقال له انت كده هتخلي الصحافه والاعلام يتقلبوا علينا، احنا مش ناقصين. في الوقت ده بيقعد امي مع والده توجي وبتاخد منه الخريطه اللي معاه وبتقول له البيت ده بتاعنا، بس اخوات توجي عملوا فيه تعديلات جديده زي العمود ده مثلا ما كانش موجود، والسلم ده هو كمان. فبيؤمر رجالته يكسروا العمود والسلالم وبيطلعوا الذهب والفلوس اللي تحتيهم، وبيروح لاخو توجي الصغير وبيهدده انه هيدخله السجن لانه عرف انه بيتاجر في المخدرات وشغال في غسيل الاموال. فقال له انا ماليش دعوه بحاجه. فقال له خلاص انا هعمل معاك صفقه، انت تعرفني الاماكن اللي باقيه والادله اللي معايا دي هقطعها. وفعلا بيوافق. في الوقت ده بيروح توجي لمكتب رئيسه الوزراء وبيطلب
فبيفضل قاعد مستنيها وبيطلب من السكرتير انه يقابلها، فبيقول له لازم تحجز ميعاد الاول، فبيترجاه يعمل اي حاجه عشان يقابلها دلوقتي. فبيدخل يقول لها توجي عايز يتكلم معاكي في موضوع مهم، فبتوافق انها تقابله. وبيستمر اماي في استخراج الذهب والفلوس من كل حته لدرجه انهم ما بيقدروش يوزنوا الذهب ولا يعدوا الفلوس، وهيحتاجوا فتره كبيره. لكن بتجيله فكره وبيجيب ميزان كبير وبيقعد لالن على ناحيه وبيوزن على الناحيه الثانيه. ووقتها بيتم تشميع جميع مصانع وشركات توجي، واللي بيكون موجود مع رئيسة الوزراء وبيحكي لها عن اللي حصل. فبتكلم اماي وبتعرفه ان توجي هو الراجل بتاعهم، وبتطلب منه يسيب البيت ويمشي ويرجع كل حاجه مكانها. فقال لها انا موافق وهنفذ الاوامر، بس ممكن تبعتلي طلب رسمي على مكتبي، لان ممكن يكون حد منتحل شخصيتك وبيتكلم بلسانك. فما بتلاقيش كلام تقوله وبتضطر تقفل معاه، وبتقول له توجي مستحيل اقدر ابعت له ورقه بكده لان الموضوع ده هيضر منصبي. فقال لها طب حاول تلاقي حل، ده انا برضه الراجل بتاعكم. لكنها ما بتردش عليه وبتتجاهله. فبيتاكد ان خلاص محدش هيقف جنبه ولا هيساعده، وبيكلم اماي وبيقول له انت ما تعرفش انت بتعادي مين، صدقني انا ممكن ادمرك في لحظه. يا ترى ايه اخبار مراتك؟ المفروض برضه ما تسيبهاش لوحدها في البيت. فبيقفل معاه وبيتصل عشان يطمن عليها، لكنها ما بتردش عليه. فبيبعت كام واحد لبيته عشان يطمنوا عليها وما بيلاقوهاش موجوده في البيت. ووقتها بتكون راكبه العربيه، وفجاه بيهجم عليها كام واحد وبيكسروا الازاز، وكانوا خلاص هيمسكوها. لكن السواق بيهرب منهم وبيدخل اسم الشرطه. وبتكلم اماي عشان تطمنه وبتطلب منه يجيب لها حقها، فبيقول لها اكيد هيحصل. ولما بيوصل توجي بيقول له المره دي كانت مجرد تحذير، لكن المره الجايه وعدك اني هندمك على اللي عملته. لكنه بيتجاهله وبيمشي. وبيروح توجي يقعد مع عيلته عشان ياكلوا، وبيلومهم لانهم استغلوا البيت عشان يخبوا فيه الفلوس، وكمان استغلوا انه كان بيسافر عشان يكونوا علاقات. لكن افعالهم دي دمرت كل حاجه، وبيكونوا خايفين جدا بسبب انفعاله. وبالليل بيروح لاماي وبيقول له حاول ما تشربش كتير، احنا محتاجينك فايق بكره عشان التحقيق. فبيقول له لما بشرب ببقى فايق جدا وبعرف افكر كويس، وصدقني انت هتندم على كل اللي عملته. فقال له انا لحد دلوقتي بتعامل معاك بالقانون، لكن ما تفكرش اني ضعيف، حقي هقدر اخده منك بطريقتي يا حرامي. فبيتعصب توجي جدا. وفي اليوم التاني بتهجم كل سكان المدينه على القصر عشان يخلصوا على اماي وكل الموظفين، لان توجي بيساعدهم دايما وبالنسبه لهم راجل شريف. فبيحاول اماي يهديهم لكن مفيش اي فايده، وبيحاولوا يدخلوا القصر باي شكل، وبتتصدى لهم الحراس على قد ما يقدروا. وبيقفل اماي البيبان والشبابيك، وبيروح يكلم المسؤولين عشان يبعتوا له الدعم، لكنه بيتفاجئ ان الخط اتفصل. فبياخد الموظفين عشان يهرب بيهم من مكان تاني، لكن بيشوفهم كام واحد وبيروحوا وراهم. وبيحاول اماي على قد ما يقدر انه يتصدى لهم هو وستيش، وفعلا بيقدر يهرب الكل. لكنه بيقفل البوابه وبيقول لهم انا وعدتكم ان مفيش حد هيحصل له اي حاجه، بس انا مش هضيع اللي عملته بسهوله، روح بلغ الوزاره باللي حصل وخليهم يبعتوا الدعم في اسرع وقت. وبيرجع تاني وبيمسك السلاح وبيدخل الاوضه اللي فيها الفلوس والذهب، وبيقفل على نفسه. وبتحاول الناس انها تكسر البيبان عليه، ولما بيجي يضرب بالسلاح بيلاقيه فاضي. فبيتاكد ان دي نهايته وخلاص هيموت. لكن وقتها بتوصل القوات وبيسيطروا على الوضع، وبيلحقوا اماي قبل ما يموت، وبيتم القبض على توجي، وبتتنقل الفلوس والذهب تحت حراسه مشدده. فبيسال اماي مين الخاين اللي قالك على المعلومات دي، فقال له الخاين واحد من عيلتك، بس مش هقولك هو مين. فبيفضل طول الوقت في السجن يفكر مين اللي ممكن يخونه. ولما بيرجع اماي البيت بتساله مال مين الشخص اللي ساعدك، فقال لها ما ينفعش اخالف القانون واقول لك. وبيكون الشخص ده هو حبيب زوجة ابن توجي واللي اتجوزته غصب عنها، والكل كان بيعاملها بطريقه سيئه، عشان كده قررت تنتقم منهم بمساعده حبيبها. وبعدها بيسيب اماي المدينه وبيتنقل لمكان تاني عشان يتكلف بمهمه اكبر من كل اللي فات، وده اللي هنعرفه الجزء التاني. ولحد هنا بيخلص الفيلم. اتمنى لو عجبك تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.